سيبنا يا عم من الناس دي وخلينا نركز في النوع الثالث من رجال الدين، النوع الذي لا يخشى في الحق لومة لائم، النوع اللي لو شاف الظلم والفساد هناك كده يقول لك ظلم وفساد هناك اهو، النوع اللي من كتر شجاعتهم اتكلموا كده عادي خالص على الهوا عن امن الدولة. عجبني اليوم مدير الامن القومي، اسال الله له السداد والتوفيق، ولوزير الداخليه اسال الله عز وجل لهم السداد والتوفيق، بيقول لي انا اصدرت اوامري بان اي بوابه كانت في اي مكان من مباني امن الدوله القديمه يدخل الانسان موطي امرت بازالتها عشان كل انسان يدخل رافع راسه. معنى جميل، معنى جميل. يعني بس هو انت كده كده داخل يعني، بس هو المختلف المره دي انك هتدخل وانت رافع راسك. قبل كده كنت بتخش وانت موطي، لكن دلوقتي ايه الوضع اتغير خلاص بقى. تدخل كده معتقل امن دوله في شموخ كده وعزه، تخش تاخد جلسه التعذيب بالكهرباء وانت رافع راسك. قبل كده كنت تاخد جلسه التعذيب دي كده وانت موطي كده، لا ترضاها. لكن احنا برضو حابين نوجه رساله للساده المسؤولين في امن الدوله عن طريق الشيخ. الباب اللي الناس بتدخل منه غير الباب اللي الناس بتخرج منه. الباب اللي الناس بتدخل منه خلاص جزا الله خيرا طبعا يا مولانا الساده المسؤولين علوه، فالناس بقت بتدخل هي رافعه راسها. لسه بس الباب اللي الناس بتخرج منه لسه بصراحه واطي يعني، فحابين ان احنا نعليه عشان المعتقلين لما يجوا يخرجوا كده ايه وهم رافعين راسهم. ده اذا خرجوا اساسا.